حبايب قلبي عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير يا رب بمناسبة العيد. ينعاد عليكم بالخير يا رب العالمين. حد حصل له مواقف زي اللي حصلت ليا؟ مش عارف حد جراله زي اللي جرى ليا. يعني بعد العيد كده تيجي تفتحي في رزقك وانت عندك جايلك ضيوف وما انتش لاقي حاجة تعمليها. انا مش عارفة برضو حد يعني دخل في الموقف اللي انا دخلت فيه ده ولا لا. بس الحمد لله. الله المستعان. وعملنا احلى اكل واحلى سفرة. تعالى ما نشوف عملناها ازاي بقى. قعدت ادعبس في الفريزر وانزل في قلب الفريزر واطلع. احنا طالعين من رمضان وكلنا اللهم لك الف الحمد الفريزر بتاعتنا شطبت. كنا مالين ده لحمه وده بط وده فراخ. كل الناس كانت كده قبل رمضان. كل ده شطب. دخل عليا ضيوف بقى تالت يوم العيد وانا مش عارفه اعمل ايه. انزل جوه الفريزر انا مش لاقيه حاجه، اطلع من الفريزر مش لاقيه حاجه. طب والضيوف اللي عندي؟ قعدت ادعبس في الفريزر واجيب عليه وطيه. لما جبت الدكرين البط دول هما بطتين او دكرين مش عارفه، انا كنت بجيب كده واحطه في الفريزر. فقلت لازم اعمل لهم تتبيله حلوه تشرفني وتشرف سفرتي، لان ما هيبقاش عليها الا هما الدكرين دول والبسله والخضار يعني بمعنى اصح. جبت بصلتين مبشورين وطماطمتين مبشورين وشويه ملح وشويه سكر وشويه بابريكا وشويه توم باودر وبصل باودر. حبشتهم يعني. وده شوية كركم. طب انت ليه عملت كل ده يا هناء؟ علشان همسك البطة من جوه ومن بره هغلفها. ودي كزبرة ناشفة يا جماعة وشوية زعتر. الزعتر لازم تفركيه بايدك كده عشان تطلعي الروايح بتاعته الحلوة. هنمسك البط ده بقى ونغلفه من بره ومن جوه بالخضار اللي احنا عملناه بالتتبيلة بتاعتنا دي كلها عشان نطعم اللحم والأنسجة من جوه. طب انت حاطه السكر ليه يا هناء؟ السكر دي هيديني للبطه تسكيره جميله قوي. حتى لو كان البط بتاعك عجوز او سنه يعني كبير عندك. نطرة السكر دي بس ما تكتريش السكر عشان ما يخليش الشوربه بتاعتك مسكره. يعني الدكرين دول زي ما انتم شايفين كده حط لهم ربع معلقه سكر بس. هتدي للانسجه بتاع اللحمه تكون طريه ومش هتكون مفتله حتى لو الدكر او البطه بتاعتك كبيره. وفي نفس الوقت هتدي لقطعة البطة طعم حلو أوي. هنفتح كده تحت الجلد وهندخل التتبيلة دي كلها كده وهنغلفهم وهنركنهم لمدة نص ساعة ساعة. بس أنا زي ما قلتلكوا الضيوف دخلت عليا فجأة وما كانش معايا وقت، فأنا ركنتهم حبة صغيرين عما المية بس غلت وسقطتهم في المية. طب انت الضيوف دخلت عليكي فجأة، طب ما فيش استئذان؟ والله ما كان في استئذان، أصل البيت بيتهم يا جماعة. البيت بيتهم يخشوا في أي وقت عادي يعني. فالمهم ادور في الفريزر ده انا مش لاقي حاجه، ادور في الفريزر التاني انا مش لاقي حاجه. طب هم قاعدين انتوا اتحطيتوا في مواقف زي دي؟ اللي اتحط في موقف زي ده يكتب لي في الكومنتات تحت. بس الحمد لله. ربنا يجعل بيوتنا عامره دايما يا رب بالخير، احنا وانتوا المسلمين اجمعين يا رب العالمين. لقيت البطتين دول كده قلبي انشرح. حسيت ان انا بقيت سعيده كده. قلت لازم أنا اعمل لهم تتبيله اللي احنا عملناها سوا دي واعمل لهم حشوه بقى. ما انا مش هعمل البط لوحده كده بس على السفره او هو والبسله بس. يعني لا هيبقى مكرونة بشاميل ولا هيبقى جلاش ولا هيبقى حمام ولا ممبار ولا أي حاجة من الحاجات دي. لا ده احنا هنعمل لها الحشوة دي هتخلي ريحة البط دي جايبة لآخر الدنيا. هتجيب البصلة بتاعتك وتحمرها تحمير كويس كده على البوتاجاز. لو هو بطة واحدة هتجيبي بصلة واحدة، لكن دولت يعني عملت 3 بصلات عشان هما بطتين. وهتجيبي الكبد والقوانص بتاع البط هتقطعيها بالمقص قطع صغيرة خالص كده. وكان عندي حتة اللحمة دي لقيتها برضو. أصل أنا كل حاجة يا جماعة قعدت أدور كده ما لقيتش قطعة اللحمة دي برضو فين. في الشبكة اللي هي بتاع الفريزر دي. فقلت لها تعالي والله ما هستخسر أبدا وهحط كل حاجة في الحشوة دي إن شاء الله. حطيت الكبد والقوانص بتاع البط وحطيت قطعة اللحمة دي كانت تيجي ربع كيلو كده. وكل التوابل اللي عندك بقى حطيها. كل ما تحطي توابل كل ما يبقى ريحة أكلك مفحفح وطالع للناس كلها. تقلبيها كده وشوية الزعتر اللي أنا حطيتهم دول بينقلوا الحشوة في حتة تانية خالص. هيبقى زعتر وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر. ورقتين لوري. بتحبي المستكة حطيها، ما تحبهاش ما تحطهاش. أنا ما بحبهاش في أي نوع أكل خالص فما بحطهاش. وفلفل أسمر وكمون وكزبرة ناشفة. حطيت كل التوابل بتاعتي وقلبتها كده في الكبد والقوانص وحتة اللحمة بتاعتنا.
لما تنشف خالص خالص ما تسيبيش فيها ولا نقطة مية عشان ما تعملكيش زفارة للبطة. احنا مش عايزين اي زفارة خالص في البط بتاعنا. شوفي نشفت ازاي، حتى مفيش ولا نقطة مية جاية في النص. هوسع كده واحط الطماطمية المبشورة بتاعتي والفلفل المبشور اللي انا اخدت منه شوية للبطتين. فاكرين وانا بحط التتبيلة للبطتين كنت حشت شويات كده عشان انا عاوزة الشوية دول دلوقتي. ولما تكوني داخلة مطبخك وهتعملي أكلة دايما زودي في يعني بشرتي طماطماية، البطة بتاعتك عايزة طماطماية واللحمة عايزة طماطماية مثلا والفراخ عايزة والحمام عاوز. دايما ابشري حاجتك مرة واحدة عشان تيجي ما تشغلي البوتاجاز يبقى حاجتك كلها جنبك. خدتي للأكلة دي شوية وخدتي الأكلة دي شوية وخدتي الأكلة دي شوية، بتيجي تبصي تلاقيكي انجزتي وقت معاكي في المطبخ وعملتي أكلتك مسافة ساعة واحدة وتكوني طالعة من المطبخ وسفرتك كلها بسم الله ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب. اللي انا بحطه على الكبد والقوانص ده برغل. نصيحة مني بقى ما تعملوش البرغل ده، اعملوا الفريك الاخضر. عارفين الفريك اللي هو حب الغلة الاخضر ده؟ اعملوه واحشويه، لان البرغل ده وكان كويس وكل حاجة وريحته جميلة وتحفة وكان طعمه جميل جدا، بس بيبقى يعجن سنة صغيرة كده، فبلاش منه. اعملوا البرغل الفريك اللي هو التاني اللي هو الغلة احسن. تبلنا البط بتاعنا وحطيناه على جنب كده على ما عملنا الحشوة بتاعتنا، وهي على فكرة كانت لسه سخنة، انا ما استنيتش لما تبرد يعني، ضيوفي قاعدين معايا فانا مش معقولة هسيبها تبرد، مفيش معانا وقت احنا. بوريك انا بدخل ايدي في البطة كده، بوريك لما تيجي تحشي البطة كده خلي المسافة دي كده، كل ما تخلي مسافة في البطة في الحشو كل ما هتديكي نتيجة سوا كويس. لا قدر الله بقى بعيد الشر عنكم جميعا، وربنا يحسن ما بين ايديكم ولا يبقى فيها دم ولا تبقى مدكوكة من قلبها من جوه ولا اي حاجة. واللي بين الوراك ده هيدي طعم للورك ممتاز. هتيجي تاكل الورك هتلاقيه ما شاء الله عليه بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايديكم. قعدت اكتف في رجلين كده مش راضية تتكتف، هو انا يعني قاعدة اجيبها كده واجيبها كده هي مش راضية تتكتف. عملتها بقدر الامكان، جبت الخلة وقفلتها كده. يا ست لو انت مش عارفة تقفليها ممكن تجيبي العصاية اللي هي بتاع الشيش طاووق وتقفلي بيها. أنا لو كان عندي العصاية بتاع الشيش طاووق في الوقت ده كنت قفلت بيها، بس انا ما كانش جنبي الا الخلة بقى، فتوكلت على الله وقفلتها بالخلة واتقطعت مني، بس قلت يلا مش مشكلة. وهنمسك الزور بتاع البطة كده ونحشيه. الزور ده بيبقى طعمه حلو قوي 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 يعني. شفتي كده اما تيجي تاكلي الممبار هو بيبقى تخين عن الممبار كمان، بيبقى طعمه تحفة يا جماعة. اما تيجوا تشتروا بط او تنضفوا بط من عندكم من بيتكم، ما تبقوش تفتحوا الزور للاخر كده، حاولي ان انت لو هتحشيه تخليه بالطريقة دي عشان تنضفيه بقدر الامكان من جوه، تنضفيه كويس جدا ما تخليش فيه اي حاجة خالص، وتفتحيه كده من يعني ما تشقيش الزر لما يوصل لغاية تحت خالص عند الصدر، لا خلي فيه الحتة دي، بتدي منظر للذكر وشكل جميل، يعني بتخلي الذكر قدامك او البطة قدامك شكلها حلو. وحشيت التاني بنفس الطريقة اللي انا حشيت بيها الاولاني ده، وحطيت الوقت شوية مية على البوتاجاز وفيها بصلة وفيها طماطمية وفيها فلفل اسمر وفين الورق اللوري يا هناء. وانت ما حطيتيش ورق لوري ليه؟ اكيد انا هحطه يا جماعة بس انا عشان كنت مستعجلة بس، والصدمة يعني صدمة الضيوف يعني يمكن مخلياني مش هحط الورق اللوري، معقولة؟ طب استنوا كده تابعوا معايا اما اشوف هحطه ولا لا. ده انا غطيته وما حطيتش يبقى كده هحطه بعد كده. طب والحلة دي هنعمل فيها ايه؟ حتى ما رضيتش اشغل الكبة، قلت ايه اما اعمل البصل ده على السريع كده والنار شغالة تحتها عشان انا انجز وقت. هعمل بسلة، جيت ادور في الفريزر برضو لقيت عندي بسلة، قلت اللهم لك الف حمد وشكر يا رب، الحمد لله عندي كل حاجة. انا كنت بفتح الفريزر ومعتقدة ان الفراخ خلصت وكل حاجة خلصت. شهر رمضان ينعاد عليكم بالخير يا رب، ما فيش اي لحوم بتكتر عليه، يعني كده كده بيبقى الشهر طويل وكل يوم انت بتعملي وكل يوم والتاني عزومات. فانا قعدت فتحت الفريزر كده انا اتصدمت، جالي صدمة. طب انا ما فيش عندي حاجة؟ هو معقول انا ما عنديش؟ طلعت كل الحاجة اللي في الفريزر وغطست تحت في الفريزر لقيت الاتنين دول، قلت لهم تعالوا انا مش هعتقكم النهارده لازم ناكل. الف هنا وصحة يا رب على قلوب كل اللي اكل منهم، اللهم امين يا رب العالمين. خرطنا البصلة حطينا عليها معلقة زبدة شوية زيت
وهنقلبهم كده مع بعض. طب لازمتها ايه الزبدة؟ مش مهم خالص، لو عندك سمنة حطي سمنة. ودايما البصلة بتاعتك حمريها، كل ما تحمري البصلة كل ما هتديكي نتيجة حلوة في الصلصة. الصلصة بتاعتك هيبقى لونها داكن، مش هتبقى فاتحة وباهتة. مش هتبقى فاتحة وباهتة، لكن اما تحمريها بتدي لون داكن وحلو للصلصة بتاعتك. طب انت ما حطيتيش الطماطم على طول فوق الصلصة فوق البصلة ليه يا هناء؟ علشان هلوح البسلة عشان هي كانت متفرزة، عشان ما تغيبش معاكي. البسلة لما دي معلومة يا جماعة، البسلة لما تكون متفرزة او مش متفرزة، لو هي طازة هتعمليها كده برضو، هتديها تلويحة في البصلة وتغطي وترجعي تكشفي وتقلبي وترجعي تكشفي وتقلبي لمدة 5 دقايق مثلا، ما تلاقيها نشفت من كل السوائل اللي هي منزلها دي. بعد كده بقى هتضيفي الطماطم عليه. كده انت بتبقي كسبت وقت في التسوية. يعني بدل ما انشف الطماطم لوحدها وارجع احط عليها البسلة، يبقى خلاص لا، يعني الاتنين خدوا وقت واحد على البوتاجاز، الطماطم نشفت وفي نفس الوقت البسلة في قلبها، ده وده هيستوى سوا. انا كان عندي برضو الطماطم دي متفرزة في الفريزر وكانت مسبكة، الطماطم دي مسبكة، يعني انا ما عملتش لها طماطم تانية، فقلبتها كده معاها وبسم الله ما شاء الله كانت زي العسل. والحمد لله ان ربنا جعل عندنا الخير، ربنا يجعل عندكم الخير يا رب، وما يحطناش في اي مواقف ان هي تحرجنا، اللهم امين يا رب العالمين. طب انت بتحطي شوية السكر دول للبسلة ليه برضو يا هناء؟ اي طماطم، متفق انا وانتم، اي طماطم في الدنيا بيتحط لها نطرة سكر، بس نطرة سكر مش معلقة سكر. نطرة سكر دي يعني نطرة بسيطة خالص لا تذكر يا جماعة، عشان تعادل الحموضة اللي في الطماطم. لو عدلت الحموضة اللي في الطماطم بنطرة السكر دي، كل اللي هياكل من اكلك هيبقى مسكر وحلو، ومش هيجيله حموضة خالص. ويعني ايه الحموضة اللي بنحس بيها بعد ما ناكل اي حاجة فيها طماطم دي، مش هتحسي بيها بنطرة السكر دي ان شاء الله. وهتحطي شوية بابريكا عشان نعزز اللون برضو، وشوية فلفل اسمر وشوية كزبرة ناشفة صغيرين، وهتقلبيها وهتسيبيها اما تتسبك كده مع بعضها. يعني انا دلوقتي قلبتها واغطي عليها شويه، وهنرجع نعمل اي حاجه تانية مع بعض. هنشوف البط بتاعنا استوى ده على ما اظن. البط انا كشفت البط اهو، طول ما البطه بتاعتك تلاقي الجناح بتاعها استوى كده، يعني العضمية بانت، تعرفي ان هو كده خلاص استوى. بس انا دايما بشوف البط بمعلقة او شوكة، بلاقيها نزلت فيه كده خلاص، هي كده استوت وبقت تمام التمام. والبسلة بتاعتنا اتسبكت اهي وبقت برضو كويسة، بس لسه عايزة شوية على البوتاجاز. تعالوا بقى علشان هنعمل تتبيلة نحمر بيها البط في الفرن. انا ما حمرتش البط ده على البوتاجاز الصراحة، انا عملت له تتبيلة ونزلته كده في الفرن، وهيطلع قدامكم بسم الله ما شاء الله تحفة. ما هو لازما بقى يعني انت معاكي بطتين بسم الله ما شاء الله بالحجم ده، لازم ندلعهم. احنا ما دلعناش البطتين دول نبقى غلطانين، ما شاء الله كان حجمهم حلو. وبصي هو لازم يتدلعوا دولت لازم يتدلعوا. جبنا معلقتين كاتشب وهنحط عليهم معلقة عسل، لا عندكيش عسل حطي نقطة سكر صغيرة صغيرة خالص، وهنحط شوية ملح، وهنقلب ده كله مع بعضه مع معلقة السمنة. عندك زبدة ماشي، عندك سمنة ماشي، ده او ده هيمشي معاك. وهنقلبهم كويس اوي كده وبالفرشة، وهندهن البط ده وندخله الفرن. بس خدي بالك البط ممكن معلقة العسل دايما بتعمل لون، بتلهف منك البط بسرعة، او الفراخ او الحمام او اللي انت بتحمري، الحاجة اللي انت بتحمريها عامة يعني. خدي بالك من الحتة دي كويس جدا، لان الدكر او البطة اللي انا بدهنها دي، لو ما كنتش واخدة بالي منها كان زمانها ضاعت. بس الحمد لله لا، احنا مفيش حاجة تجرالنا ان شاء الله. هتدهنيها كده بالتتبيلة اللي احنا عملناها دي، وهندخلهم الفرن سوا. شفتوا يا جماعة بقى، اما تكون الحاجة في بيوتنا الحمد لله اللهم لك الف حمد، دخل عليك ضيوف في اي وقت، عندك عزومة في اي وقت، كل حاجة تلاقيها موجودة عندك في البيت. على فكرة بيوتنا كلها الحمد لله عامرة بالخير، يا رب اجعل بيوتنا كلها عامرة بالخير، اللهم امين يا رب العالمين. انا كنت بس بديكي ملحوظة او فكرة من عندي، او حاجة حصلت لي فمش عايزاها تحصل لاي حد فيكم. دايما لما يكون عندك الحاجة متوفرة، دايما خلي عندك الحاجة بعيدة عن ايدك كده. يعني خلي عندك بطة دايما احذفيها في الفريزر، حطيها حتى في قاع الفريزر من تحت يا ست عشان ايدك ما تجيش عندها. اي فرخة
انت عارفة لو شوية كبدة قوانص أي حاجة من دي، والله العظيم الحاجات دي بتنفع جدًا، في أي زنقة، في أي طرقة، في أي مناسبة، في أي حاجة، أي حد دخل عندِك بتبقى تحت إيدِك، فأنتِ بتسحبي الحاجة وتطلعيها على طول بتبقى جاهزة. ربنا يجعل الخير عندكم جميعًا يا رب اللهم آمين. دهنا البط كده بالتتبيلة اللي احنا عملناها، وهندخلها الفرن وهيطلعوا زي العسل ان شاء الله. طب انت جايبة الطاسة دي عشان تعملي فيها ايه تاني؟ انت لسه عاملة لنا مفاجآت؟ لا والله دي مش مفاجأة ولا حاجة، ده شوية البرغل الفريك، لا ده شوية البرغل. ركزوا يا جماعة عشان انا بتلخبط بين البرغل والفريك. ده شوية البرغل هحط عليهم شوية شوربة وهكملهم سوا على البوتاجاز، عشان انا بحب ناكل البرغل ده بالبط. بسم الله ما شاء الله، ألف هنا وصحة يا رب على قلوب كل اللي كل منهم. شفتوا لون البط عامل ازاي؟ دي من معلقة العسل ومعلقة الكاتشب، شفتوا اللون يا جماعة؟ والله لو انت بتحمريها في زيت ما يطلع شارب زيت وما يطلع بالحلاوة دي كده. ألف هنا وصحة على قلوب كل اللي أكل منهم يا رب، ويا رب تكوني طلعتي بمعلومة تفيدك من الفيديو. ولو أي معلومة فادتك اعملي لي لايك وشيري لي الفيديو عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. اعملي اشتراك في القناة. مع السلامة واشوفكم في فيديو جديد. باي.